من ساعة بقى ما حطيت لهم الكرنب جوه البرطمان وهم كل يوم عاوزين منه. بس ما تنسوش الصلاة على النبي في الكومنتات عشان اخد ثواب انا وانتوا. في الاول كده جبت الكرنباية بتاعتي، وجبت هنا كرنباية متوسطة وقطعتها طرنشات رفيعة. اي كرنباية هتنفع يعني، بيضة، الموف، اي كرنباية هتنفع في وصفة النهاردة. حتى الكرنب الكبير ينفع جدا، مفيش اي مشكلة. حطيه بقى جوه البرطمان واضغطيه كويس جدا، وبعد كده هاتي طبق حطي فيه معلقتين صغيرين من السكر، معلقة كبيرة من الملح، وهنحط كمان مية سخنة بتغلي حوالي نص لتر. هدوب الملح كويس جدا والسكر، وبعد كده هضيف له حوالي معلقتين كبار من الخل الابيض. وبعد كده هبتدي بقى ان انا احط المية السخنة دي كويس جدا كده لحد ما اغطي البرطمان كويس جدا، واقلبه الناحية التانية واسيبه كده لمدة يومين. ده شكله بقى بعد يومين. بصوا بقى المخلل الكرنب بتاعي بقى جاهز، طعمه ولا اروع. جربوا الطريقة دي وهتعجبكم جدا، سهلة وبسيطة وطعمها في منتهى الجمال.